السلام عليكم الأصدقاء. مرحبا بكم في قصة جديدة. المهم ما نطولش بزاف. الاسم ديالي كريم، في عمري 27 عام. طولة الفورمة بحال الوالد، الشعر رطب. القصة ديالي بدات في سنة 2013. كنت عاد شديت الإجازة داك العام. عييت ما نفعل الشركات، ولكن الهضرة ديال ديما سير حتى نعيطو ليك. حنا عائلة من الوالدين وزوج ديال الخوت، وانا الثالث ديالهم. الوالد ديالي جارديني في واحد الفيلا ديال ديك الخليجيه اللي غادي نعاود لكم عليها. المهم خدام، الحاله الماديه متوسطه. الوالده استاذه متقاعده في السلك الابتدائي. المهم ما علينا سيدي. واحد النهار جا عندي الوالد وقال لي: ولدي، راه الشيفور د البنت اللي خدامين عندها راه خرج وما بقاش خدام. عافاك ولدي اجي تخدم معانا، منها نكونوا قراب لبعضياتنا، وفي نفس الوقت ندور الحركه تاع الجيب، على ما يجيب الله شي خدمه مزيانه تسترك. قلت لي: انايا شحال غتعطينا هاد السيده في النهار؟ قال لي: 200 درهم في النهار ولدي. قلت لي: واخا الوالد، امتى غادي نبدا ان شاء الله؟ قال لي: من غدا ان شاء الله، وجيب معاك البيرمي ديالك ولا كارت ديالك، راه يمكن تحتاجهم. قلت لي: صافا الوالد. مشات. غدا ان شاء الله نمشي معاك. قال لي: الله يرضي عليك ولدي والله يخليك ليا. مسليه راسو ويديه، واول مره كنشوف الوالد ديالي فرحان وراضي عليا. ما علينا سيدي. وصل الصباح ومشيت مع الوالد لديك الفيلا. تا اش من فيلا يا صديقي، وراه قصر. جبد الساروت وحل الباب. للاشاره الوالد ديالي طيقه فيه ختنا وعطيها كلشي. دخلنا لداخل، لقينا لا بيسين، الجرده والدار قدا قداش. قال لي: استنى هنايا حتى نعيط على مولات الشي. المهم انا بقيت ساهي وكنشوف داك القصر وداك الخير، وكنقول مع راسي: وشوف الناس فين عايشه، غالا بيسين قد الدار ديالنا كلها. انا ساهي حتى كتنزل واحد اليد على الكتف ديالي، وانا ندور لقيت واحد البنت مازال صغيره وبياسه ما شاء الله، والعينين رماديين بلا عدسات بلا والو، الشفايف كبار وحمرين، وعندها الزبيبه تحت شفايفها. ولا طاي اش منك يا بوادرين، اش منك يا ترماحه، تقول سيده مرسومه. واول مره كنحس بداك الحب من اول نظره. شافت فيا وابتسمت وقالت لي: اهلا السي كريم، لاباس عليك بخير؟ السيده خليجيه وكتهضر بالمغربيه احسن مني، ولكن راها معذوره، 4 سنين وهي في المغرب، تعلمت حتى القوالب ديالنا. قلت لها: بخير الحمد لله بارك الله فيك. قالت لي: انا سميتني رؤى، ومدات لي يديها. انا سلمت عليها وقلت لها: انا كريم. قالت لي: متشرفين. اللهجه ديالها مخلطه بين المغربيه والخليجيه، والصوت ديالها حنين. قالت لي: اجي نديرو واحد الدويره نعرفك على الدار وعلى الناس اللي غتخدم معاهم. انا غادي معاها في الطريق وساهي في داك الزين ولا طاي، هي كتهضر وانا كاع ما مسوق. توصلنا للكراج وقالت لي: اجي نوريك الطوموبيل اللي غتخدم بها. بصراحه عمرني حلمت غادي نسوق مرسيدس بلوتيك كحله في حياتي. قالت لي: هاك السوارت، وملي نحتاجك راه غنعيط لك. ابتسمات ودخلت للدار. السيده غادا وداك الخير كيتمايل، وعاوتاني ديكارت قام بوقفته العجيبه. صافي مشيت ريحت في الجرده وتعرفت على با العربي، صديق الوالد ديالي. بقينا كنهضروا شويه، وبا العربي كان عسكري، غير جاه السكر وما يلوحوه الزنقه، لا تقاعد لا والو. تنكت عليه في 35 عام د الخدمه العسكريه. كيعاود ليا وانا كنسمع. تا كتعيط ليا رؤى. مشيت لعندها وقالت لي: يلا وصلني للسونترفيل. قلت لها: يلا طلعي. كنت كتسناني نفتح ليها الباب باش تطلع، ولكن دوماج خوكم ما عندوش مع العبوديه والتعناب. فتحت الباب لراسها وركبت في الاول حدايا. المهم ديماري الطوموبيل وتحركنا، وحنا في الطريق بدات كتسولني. قالت لي: شنو هو المستوى الدراسي ديالك؟ قلت لها: لا ليسونس في الادب العربي. قالت لي: مزيانه سيدي، شحال في اللاج ديالك؟ قلت لها: 24 عام. قالت لي: انا عندي 27 عام. قلت لها: ولكن كتباني صغر مني. قالت لي: ايوا العمر راه مجرد ارقام. قلت لها: عندك الحق، اجي انت بعدا منين بالضبط؟ قالت لي: من الكويت، وانا مستثمره هنا 4 سنين تقريبا. هذه بلادكم غزاله ما شاء الله. المهم شدينا الهضره توصلنا وما حسيناش بصراحه بالطريق. قبل ما تنزل قالت لي: كريم اعطيني النمره ديالك راه غادي نحتاجك. جبدات واحد تليفون سامسونج اس 9. للاشاره الدراري هادشي راه في سنه 2013، يعني اس 9 راه شي حاجه بريستيج وشي حاجه ديولوكس.
انا جبت واحد نوكيا بيل وحشمت كاع انني جبدو. قالت لي هاك قيد 06 والى اخره. المهم قيدت النمره ومشات. قالت لي نشوفك من بعد، يلا بسلامه عليك. السيده غادا وكتحرك عاوتاني في ذاك الخير ديالها، وعاوتاني ديكارد قام بوقفته فاك على مكبوت. المهم ركبت الطوموبيل ومشيت للدرب نعيق شويه على صحابي، وخصوصا جارتنا هند اللي كنطيح فيها، ولكن هي ما معبرانيش، خاصها غا الماده. وصلت للدرب ويشوفني واحد عشيري وكتر من خويا سميتو سعد، هو يقول لي وفين با كريم؟ اشوف الناس المرسيدس بلوتيك والحطه نعمه سيدي. قلت ليه ركب ولد العبد وهناك تحزقني على الكراسه. السيد كيضحك وقال لي غازيد ما تخافش. المهم هي هذيك، مشينا تقهوينا وزهينا واحد الشويه، تسركيل وتزلال في الكورنيش واحد الشويه، وهي تعيط لي رؤى. قالت لي الو كريم فينك؟ اجي عندي دابا. قلت لها واخا دابا انا جاي. وصلت سعد للدرب ومشيت وراها، كانت ديك الساعات 7:30 ديال الليل. المهم ركبنا وقالت لي ما بغيتش نمشي للدار، يلا ندوزو لشي كافي. قلت لها مرحبا هي الاولى. مشينا لواحد الكافي، اش غنقول لك صديقي، وغنازل البريستيج واللوكسوس. دخلنا، انا طلبت قهوه على قد الحال، وهي طلبات باناشي وبتي بان. المهم بقينا كنهضروا، هضره كتجيب هضره، كتعاود لي على قصه حياتها، باللي باباها دكتور كبير في الكويت وماماها محاميه معروفه في البلاد، وغا هي اللي عند والديها. المهم اللي سالينا كملنا ونضنا في حالنا. وصلتها للدار وقالت لي بلاتي يا كريم نعطيك خلاصك. دخلت للدار واحد شويه خرجات، قالت لي هاك حسبتهم لقيتهم 1000 درهم، زيت منها 200 درهم. وقلت لها سمحي لي يا مدام، انا ما كنقبلش الهدايا، كناخذ داكشي اللي كنستحق. ورجعت ليها 800 درهم. السيده خليتها مصدومه، قلت لها غدا نتلاقاو ان شاء الله، صبحي على خير. صافي مشيت وخليتها ورايا مصدومه. الكرامه وعزات النفس ديما كناخذ على قد داكشي اللي خدمت، هكا علمني الوالد ديالي. صافي مشيت للدار وسلمت على مالين الدار، حنيت على الراس ديال الوالد هو يسولني فين تعطلت يا ولدي حتى لهاد الوقت. قلت ليه ولا الوالد، غزت مورا على الخدمه وتقهوينا بجوج، داكشي علاش تعطلت. قال لي مزيانه ولدي هكا نبغيك الله يرضي عليك. حنيت لي على راسو مره اخرى ودخلت للبيت ديالي عند الخوادري باش نقلي عليه البيسي نتكونيكطا في شي حاجه. داكشي اللي كان، حليت الفيسبوك ديالي وانا نلقى لانفيتاسيون، شفتها وانا نلقاها مولات الشي هي اللي مصيفطه. قبلتها في البلاصه بسرعه البرق، مشيت نشوف التصاور ديالها فاك صديقي، الناس عايشه ديلوكس، تصاور في باريس في طوكيو المانيا دبي، ما خلات حتى شي قنت في العالم. انا بقيت غا حل فمي، واحد بوفري بحالي ما عنده ما يدير من غير انه يحل فمو ويبقى يشوف. واحد شويه صيفطت ليا ميساج، قالت لي السلام عليكم، ورديت عليها وعليكم السلام. المهم هي هذيك، جبدنا الهضره شويه بشويه، وهي تقول لي قبيلات ما عجبنيش داك التصرف اللي درتي معايا. قلت ليها اين تصرف؟ قالت لي ملي عطيتك الفلوس ورديتيهم ليا. قلت لها سمحي لي يا مدام، ولكن كناخذ داكشي اللي كنستحقو. وهي تقول لي ونعم التربيه كريم، ما شاء الله عليك، انت ولد مربي وغزال. قلت لها شكرا يا مدام ربي يخليك. قالت لي انا مازال ما مزوجه، قول لي غير رؤى بركه. قلت لها واخا مدموزيل رؤى ربي يخليك، ما لقيت ما نقول ليها وحتى هي نفس الشيء. قلت لها صافي دابا غادي نعس، غدا تابعني الخدمه، تصبحي على خير. وهي تقول لي صباح على خير يا كريم. صافي زدت الفيسبوك ديالي وضربتها بواحد النعيسه، ما فقت غير على الصوت ديال الوالد. قال لي يا كريم وكريم فيقا ولدي راه 7:15 هادي. المهم هي هذيك، نتغسلت وجهي وسناني ومشط شعري وخرجنا انا والوالد، مشينا للفيلا. يلا غادي فتح الوالد الباب ويتفتح رؤى الباب، استقبلتنا بواحد الابتسامه من القلب. قالت لي اهلا السي كريم تفضل. انا والوالد كنتعجبوا وكنشوفوا في بعضياتنا وما فاهمين حتى وزه من هادشي كله. ويقرب لي الوالد لودنيه وقال لي اول مره كنشوفها هكا فرحان على الصباح، السيده ما مولفاش ليها. عيطات لي وقالت لي كريم يلا وصلني للخدمه. صافي انا مشيت ديماري الطوموبيل وركبت حدايا القدام، وشافت فيا واحد الشوفه بصراحه جاتني في شكل انا ديما دافع عليها كبير، وبيني وبينكم حتى انا بصراحه كتعجبني بزاف. ولكن كنقول ديما مع راسي كيفاش وحده خانزه فلوس بنت فلان وفلان غتشوف فيا انايا
لا لا السي كريم، نعل الشيطان وجمع المؤخره ديالك. صافي تحركنا، وصلتها للشركه. قالت لي يا كريم بغيت نقول لك واحد الحاجه، ولكن حتى العشيه ان شاء الله عاد نقول لك ماشي دابا. قلت لها صافي ماشي مشكل. ديماريت ودزت لعند سعد، هو الوحيد اللي كيفهمني. ركبنا ومشينا للكورنيش لواحد القهيوه، تما تقهوينا. عاودت ليه كلشي وقلت له بلي دخلت عليا الفيسبوك وعلى الاستقبال ديال الصباح، وحتى ملي قالت لي عندي معاك شي هضره في العشيه. انا بصراحه ضرني راسي، باغي نعرف شنو باغا تقول لي. هو يقول لي سعد انا براسي ما بقيت عارف فيك ولا صاحبي، كتبان لي مثل بزاف هاد اليومين هادي. قلت ليه بحالاش؟ قال لي كنشوفك غير من الخدمه للدار ومن الدار للخدمه. قلت ليه بيني وبينك انا كتعجبني هاد السيده هادي بزاف، واخا دافع عليها كبير، ولكن كنحس بها قريبه مني، ما عرفتش علاش. قال لي يا سعد واخا صغا الزعما يا صاحبي، راه كنعرفك با كريم. صافي غتقهوينا وكملنا، تفرجنا في واحد الماتش ديال البارسا غساله، لقيت على 5:30. وصلت سعد للدار وانا جديت الطريق لعندها. صافي وصلت، نزلت من الطوموبيل وصونيت ليها. قلت لها الو رؤى صافا لاباس عليك بخير؟ قالت لي الحمد لله، وانت صافا كلشي مزيان؟ قلت لها الحمد لله. المهم انا لتحت حدا الباب ديال الشركه، قالت لي تسنى نطلع عليك. قالت لي راه كتبان ليا هز عينيك لي طاج الاخرى. انا هزيت راسي لقيتها كتشير ليا بيديها، قالت لي طلع عندي للبيرو راه كنتسناك. انا دخلت، ومع الدخله لقيت واحد التيتيزه في الاستقبال، الشفايف حمر والعينين عسلين والشعر رطب وكحل. قالت لي فين غدا مسيو؟ قلت ليها انا طالع عند رؤى، انا هو كريم. قالت لي انت هو كريم، تفضل مرحبا. ليطاج الاخرى البيرو اللي اون فاس مع الدروج. قلت لها واخا شكرا بارك الله فيك. طلعت لعندها ودقيت الباب، قالت لي دخل. قلت لها السلام عليكم، انا جيت كيف ما قلتي لي. قالت لي مرحبا بك، تشرب شي حاجه؟ قلت لها لا بارك الله فيك، عاد تقهويت دابا. ها انا جيت كيف ما طلبتي ليا. قالت لي بصح انا بغيت نسولك، عندك مع لانفورماتيك شي شويه وداكشي ديال التصاميم؟ قلت لها وي عندي ديبلوم ديال لانفورماتيك، خديتو هادي عامين من الاوف بي بي تي، وكنت ديجا دوزت واحد 16 في واحد الشركه ديال الديكور، ولكن والو ما عيطوش ليا. وانا كنعرف نخدم هادشي ديال الديزاين مزيان كيف ما بغيتي، بين قوسين خوكم بروفيسيونيل في الفوتوشوب والجرافيك ديزاين. قالت لي بغيتك تقبل مني واحد العرض، هو تخدم عندي في الشركه ولا بغيتي طبعا. انا بصراحه فرحان والابتسامه في وجهي. قلت لها نخدم معاك طبعا موافق، وبكل فرح انني نخدم معاك. قالت لي ايوا مرحبا بك عندي في الشركه، اجي معايا نوريك البيرو ديالك، وغدا غتبدا ان شاء الله. المهم اللي ساليت مشيت للدار، دخلت عند الوالدين وسلمت عليهم، وعاودت للوالد ديالي على الخدمه الجديده، وفرح ليا بزاف. قال لي كنت عارفه ولدي بلي الله ما غاديش يخيبك، الله معاك ولدي وديما كندعي معاك. صافي دخلت للبيت ديالي وقلعت للخوادري البيسي، وعاودت ليه البلان ديال الخدمه الجديده. تا هو مسكين فرح ليا بزاف وقال لي مبروك اخويا، والعقبه لينا تحنايا ان شاء الله. صافي حليت الفيسبوك ديالي ولقيت ميساج من عندها، قالت لي السلام عليكم، ورديت عليها وعليكم السلام. جبنا الهضره وهنأتني بالخدمه الجديده، هضرنا حتى عيينا، وطلبت منها الاذن باللي غادي نعس. قالت لي بصراحه تمنيت كون زدتي معايا 10 دقائق، راه ما كنسخاش بالهضره معاك. جاوبتها بصراحه انا ما عنديش مع الهضره ديال الفيسبوك، انا بغيت الواقع فاصا فاص. قالت لي حتى انا بحالك، والهضره ديال الفيسبوك راه ما كتحرك حتى شي حاجه في بنادم. قلت لها بصح عندك الحق. المهم الا سمحتي لي راه كنموت بالناس، حتى الغدا ان شاء الله ونكملوا. يلا تصبحي على خير. قالت لي بيني وبينك انا فرحانه بزاف لحقاش غتكون قريب مني في الخدمه. المهم تصبح على خير. صافي طلعت ليها فيو ونعست. لغد ليه فقت وغسلت سناني ووجهي، ولقيت الوالده كتوجد الفطور. فطرت وخرجت. انا خارج من الدار وهي كدعي معايا. شديت الطاكسي ومشيت للشركه. دخلت لقيت ديك التيتيزا ديال لا ريسبسيون تما، على زين عندها يا صديقي راه بزاف. بقينا كنهضروا تقريبا شي 5 دقائق. المهم تعرفنا انا وياها، وبالمناسبه سميتها حنان. صافي قلت ليها من بعد نكملوا، دابا النهار الاول ديالي في الخدمه عندك تقلق الباترونه. المهم ضحكنا شويه مع بعضياتنا. طلعت للبيرو ولقيت رؤى جالسه في البيرو ديالي. قالت لي اهلا السي كريم تفضل. نط من الكرسي ديال البيرو باش نجلس فيه انايا. قلت لها غير خليك، راك انت مول هادشي، والله ما نتفضل عليك. قالت لي ما تقولش هكا تفضل،
راه بلاصتك هادي، وإلا ما جيتيش راه غنتقلق منك. بصراحه السيده حشماتني. صافي قلت ليها هانا لالا مزيان دابا. قالت لي دابا مزيان. يلا هاك هاد الدواسه هادو بدا فيهم الخدمه، وإلا ما عرفتيش شي حاجه عيط ليا انا غير حداك. قلت لها واخا ربي يخليك، شكرا ليك بزاف. صافي السيده خرجت بحال هذا، وانا بقيت مقابل الخدمه ديالي. وصلت تقريبا الوقيته ديال الغدا، وعرضت عليا عاوتاني رؤى، ولكن هاد المره هادي ما غنكونوش الراس في الراس، غيكون معانا جوج ديال الناس اللي هما جمال ونورا. جلسنا في الطابله وطلبنا داكشي اللي غناكلو. وبيني وبينكم هاد جمال والله ما ارتحيت ليه، ولكن نورا باينه فيها بنت الناس ومعقوله. عرفتنا رؤى على بعضياتنا، وتقول لي كريم كنقدم لك السي جمال وخطيبته نورا. قلت لهم انا متشرفين السي جمال، مديت ليه يديا، ولكن خونا خلاني بلاكا ويقول لي متشرفين كريم. نورا زربات وسلمت عليا باش تصلح الموقف، قالت لي متشرفين السي كريم وكتضحك. صافي نزلوا الماكله وبدينا كنقصيو، وحد ما كيهضر مع الاخر. حتى سولتني رؤى، قالت لي كيف جاك النهار الاول في الخدمه؟ قلت لها مزيان. هو يقاطعني جمال، هو يقول هذا هو ولد العساس اللي خدام عندكم ودبرتي ليه في خدمه. نورا دارت لي حشومه بيديها ودغيا بدلات الهضره. قالت لي النهار الاول كيكون واحد شويه ستريس، ما تخافش يا كريم. ورؤى وهي حشمانه من الهضره جمال وباينه فيها تقلقت منه. قالت لي بصح كاينه، متفقه معاك نورا. صافي انا غير ساليت داك التبصيل ومشيت للطواليت نغسل يديا. بيني وبينكم بقى فيا الحال بزاف. هذاك اللي كيقول عليه عساس راه عاش بكرامه حياته كامله ومعيش ولادو بالحلال. انا بصراحه بقيت ساهي كنفكر في ديك الاهانه اللي تعرضت ليها، حتى حسيت بواحد اليد نزلات على كتفي. نضرت. كان كيصحاب ليا في الاول رؤى، ولكن ملي درت لقيت نورا. قالت لي سمح لي بزاف كريم على اللي وقع. قلت لها ما كاين حتى شي مشكل، غندير راسي بحال ما سمعت والو. السيده وهي كتقرب لعندي شويه قالت لي انت ولد غزال ما شاء الله، ظريف ومثقف وباينه فيك ولد الناس. انا كنحاول نبعد منها. قلت لها شكرا بزاف نورا، ربي يخليك، حتى انت يا بنت الناس وتشرفت بالمعرفه ديالك. ولكن هي زاد قربت مني بزاف حتى صدرها لصق مع صدري. قالت لي انا كنت ديما كنحلم يكون الولد اللي كنبغيه يكونوا عينيه زرقين والفورما ديالو بحال ديالك وكتعض في الشفايف ديالها. بصراحه قربنا من بعضياتنا بزاف وما حسيتش براسي حتى لقيت راسي كنفلورتي معاها وهي شاده ليا تحت الصمته. ما حسيتش براسي حتى دفعتها وقلت لها حشومه انت راك مخطوبه وقريبه تكوني مرات الراجل، سمحي لي ما نقدرش نديرها. صافي خرجت وخليتها في الطواليت بوحدها ومشيت قاصد رؤى. قلت لها يلا نوضي نمشيو في حالنا. قالت لي بلاتي نجلسوا باقي واحد شويه. قلت لها راه تفكرت شي شغالات، يلا نتحركوا. المهم هي هذيك مشات خلصات الغدا وانا داير يدي في الجيب كنتسناها بعيد على لاكيس. ملي جات قلت لها يلا. درت نشوف واش تبان ليا نورا، بانت ليا من البعيد بحال مقلقه وحسيت بالذنب ديالها. ملي درت باش نكمل الطريق ديالي لقيت رؤى شاده ليا في يديا. بصراحه حشمت نقول ليها حيديها. صافي ركبنا وحنا في الطريق كنت غادي نعاود ليها كلشي وشنو وقع ليا مع نورا، ولكن خفت نتسبب ليها في شي مشكل ودرت بالناقص. المهم هي هذيك وصلنا للشركه وداخلين في الباب جوجنا وانا نشوف حنان. قلت لرؤى صافي سبقيني نتيا. انا مشيت عند حنان بقينا كنهضروا وكنضحكوا. عليت عيني للطروج لقيت رؤى كتشوف فينا وبحال ما عجبهاش الحال. قلت لحنان يلا من بعد ونكملوا. طلعت للبيرو وكملت شي ضواصه ومشيت باش نديهم لرؤى للبيرو ديالها. فاش دخلت لقيتها مهمومه. قلت ليها هاكي راه ساليت هاد الضواصه هادو. السيده ما شافتش فيا وقالت لي واخا مزيان شكرا. قلت لها مالك كنحس بيك ماشي تال تما. وزعمت وقربت لعندها وحطيت يدي على كتفها. قالت لي ما كاين والو وما واقع والو، بالمناسبه مبروك الحبيبه جديده. قلت لها شكون هاد الحبيبه جديده؟ قالت لي حنان ديال لا ريسبسيون. وشكون؟ قبيلات كتضحكوا وكلشي كيسمعكم. انا قلت ليها راه ما بيني وبينها والو، راه بحال اختي وما بيناتنا والو. قالت لي اصلا هذيك حياتك وما عنديش الحق نتدخل فيها. قلت ليها كيف ما قلت لك راه ما بيني وبينها والو. شفت رؤى رجع ليها الدم وابتسمات. قالت لي انا متيقه كيمو. قلت ليها شكون هاد كيمو هذا؟ قلت لها انا سميتني كريم
والوالد ذبح عليا حاولي باش سماني كريم ماشي كيمو. قالت لي رحنا في الكويت كل واحد عنده الاسم ديال الدلع ديالو، مثلا انا سميتي رؤى كيقولوا لي رورو، وانت كريم سميتك كيمو. جاوبتها وقلت لها حتى كيمو مزيانه ماشي مشكل. صافي ضحكنا ودينا وجبنا في الهضره، وخرجت من البيرو ومشيت نكمل الخدمه ديالي. صافي دازت شهرين تقريبا وانا خدام معاه في ديك الشركه، حامد الله وشاكرو. كتهلا فيا في الخلصه وتعلمت بزاف من دوك لي كورس ديال الديزاين. للاشاره الدراري السيده كانت كتخلص ليا مدرسه تاع الديزاين، حتى ولاو كيجيوني عروض نخدم مع شركات اخرين، ولكن انا كنرفضهم لحقاش باغي نبقى مع رؤى اللي كل نهار كنزيد نتزعط فيها. طال واحد النهار فقت مع الصباح، وداك النهار كان 25 في شهر 11 اللي هو عيد ميلاد ديالي، ولكن هذا النهار ما كنعطيهش اهميه بحال الايام العاديه، لحقاش واحد بحالي ما كيعرفش حتى شنو هو العيد الميلاد. صافي مشيت للشركه ودخلت للبيرو، بديت الخدمه ديالي، شعلت البيسي وحليت الفيسبوك. لقيت رؤى اول مهنئين على العيد الميلاد ديالي، كتب لي داكشي طويل بالانجليزيه ولكن ما قريتوش كامل، ولكن رديت عليها حتى انا باحترام. صافي زديت الفيسبوك وكملت ديك الخدمه اللي عندي. وصلت وقت الغداء وانا خارج من البيرو، فاش تغديت وساليت رجعت عاوتاني للبيرو. يلا غنحلو، لقيت رؤى مع الباب، لقيت يديها ورا ظهري، قالت لي ممكن تفضل؟ قلت لها مرحبا على الراس والعين، البيرو راه ديالك. السيده كتغني وعندها واحد الصوت بيني وبينكم الدراري غزال. قالت لي سنه حلوه يا كريم، هابي بيرثداي يا كريم، وكملت الغناء. جبدات واحد الحليوه متوسطه مكتوب فيها هابي بيرثداي يا كريم. انا بصراحه عجبني الموقف ديالها، ضرعتها لعندي بكل حب. قلت ليها شكرا بزاف رؤى، ولهلا يخطك عليا. قالت لي ما تقولش هكا، حنا راه ديزامي وهذا الشيء واجب بيناتنا. قالت لي اجي نجلسوا ناكلوا هاد الحلوه هادي. جبدات مع واحد الموس صغير، شدات لي يديا وقطعناها بجوج، بدينا كناكلوها. بصراحه هاد الموقف عمرني ننساه، لحقاش اول مره شي حد غادي يعبرني نهار عيد ميلادي. صافي ملي سالينا قالت لي غمض عينيك، انا غمضتهم وقالت لي حلهم. لقيت واحد الكرتونه مغلفه بابي كادو، قالت لي حلها وبلاتي عليك انا غتلقاني في الريستورون ديال ديما كنتسناك تما. غمزاتني ومشات. انا حليت داك الكادو ناري يا صديقي، لقيت سامسونج جالاكسي اس 4. للاشاره الدراري راه كنهضر لكم على سنه 2013، كيف ما قلت لكم راه تليفون اس 4 اس 3 اس 2 راه كان شي حاجه ديلوكس. بيني وبينكم الدراري بصراحه دمعت. المهم حطيته في المجر وتحركت للريستورون نلحق عليها. مشيت لتما لقيتها بوحدها، طلبات داكشي اللي عزيز عليا. صافي جلست وبدينا كنهضروا بجوج وكناكلوا. قلت لها علاش كلفتي راسك؟ قالت لي هذه اقل حاجه نديرها، ما بيناتناش كريم. صافي كملنا الماكله وتحركنا للشركه، كملت شي دواصه خفاف وخرجت بحالي مع الجوج. مشيت للبيرو ديالها وديت لها شي دواصه وقلت لها رؤى صافي راه ساليت الخدمه ديالي، راه غادي نخرج بحالي. قالت لي صافي ماشي مشكل، يلا تهلا في راسك حتى من بعد ونكملوا. المهم صافي مشيت زدت عند سعد وريحنا في واحد القهوه، وعاودت ليه اش واقع. السيد بحال ما تيقنيش، وجبت ليه التليفون اس 4 عاد تيقني، وقال لي بلي اختنا راه طايحه فيك كريم. قلت ليه لا ما نظنش صاحبي. قال لي راه كنقول لك الصراحه، راه ما يمكنش تكون كدير هذا الشيء كله مع اي واحد. قلت ليه ولكن راك عارف خوك غزوالي ويا بوكو حبه. قال لي يا سعد الحب ما كيعرفش من الزوالي للغني، فكر مزيان صاحبي، راه متاكد بلي السيده طايحه فيك. قلت ليه ان شاء الله يكون خير. المهم بقينا مريحين في القهوه، شادت الويفي، كان انستالي في الواتساب باش نبقى شاد الستون معاها في الليالي. انستاليتو ودرت واحد التصويره في سيسره في البروفيل وتحركنا بحالنا. واحد الشويه وهي تعيط لي رؤى، قالت لي الو كريم فينك؟ قلت لها لقيتيني عاد تقهويت مع واحد الدري صاحبي ودابا راجع للدار. قالت لي عندك شي شغل في جويه سعود؟ قلت لها لا ما عندي والو، علاش؟ قالت لي مزيان، اليوم عندنا خارجين نتعشاو برا انا ونورا وجمال، الا بغيتي تجي معانا. انا بصراحه تفكرت داك الرعواني ديال جمال وديك اللاصينه ديال مراتو ولا خطيبتو ولا اش كتجيه كاع. قلت لها واخا صافي غنكون معاكم، قولي لي غير فين. قلت لها في داك الريستورون ديال مارينا اللي كنا كنتعشاو فيه ديما. قلت لها وي عرفتو، صافي ان شاء الله مع التسعود نكون معاكم تما. قالت لي ما تعطلش يا كريم صافي.
قلت لها كوني هانيه. قالت لي يلا بسلامه عليك. صافي مشيت للدار وهزيت شي فلوس باش نتستيكا على الحاله. طلعت للسونتر فيل، شريت شي حوايج وواحد السبرديله ومشيت عند الحلاق. حسنت وشفت راسي في المرايه كنبان جديد. صافي دوشت وقلت للوالده راه عندي عشاء عمل غادي نتعطل. قالت لي صافا ولدي الله يعاونك. ضربت واحد الحطه وبصراحه جاني راسي زازلوز. قلت للخوادري ضرب لي شي تصويره بالتليفون جديد. صافي لحتها في فيسبوك، زدت عند واحد تيلي بوتيك وعمرت 20 درهم ديال الكونيكسيون باش ما نتحنسرش. شفت الساعه لقيتها 8 ونص. شديت طاكسي للمارينا بحكم انها بعيده على المدينه اللي ساكن فيها. صافي ملي وصلت كانت ديك الساعه 9 قد تلاقيت مع رؤى يلا نازله من الطوموبيل. كانت لابسه واحد لافيست كحله والسروال جين ودايره ميكاب خفيف وطلقه شعرها. بصراحه السيده جات زوينه بزاف. ملي شافتني بقات مبلوكيه وبقينا مبلوكين في بعضياتنا. قالت لي السلام كريم، عندك داكشي في الوقت تماما ما كتعطل حتى دقيقه. قلت لها وضروري الراجل هو الكلمه. قالت لي بصراحه جيتي غزال بزاف ما شاء الله. قلت لها حتى انتي جيتي منوره. المهم دخلنا للريستورون لقيناهم سبقونا. المهم جلست في الكرسي وسلمت على نورا ولقيتها غتاكلني بعينيها. ما سلمتش على داك الحنكاليس ديال الخطيبه. بقينا كنهضروا واحد شويه ويتهزروا المينو. قالت نورا شنو غادي تاخدي؟ قالت لي نورا غادي ناخذ واحد سباكيتي. قالت لي وانت جمال؟ قال لي جمال حتى انا بحالها. هو تقول لي وانت كريم؟ يلا جيت نهضر هو يقطعني جمال. قال لي بحال هاد النواع عزيز عليهم يغمسوا، عطيهم غير اللوبيه ولا البصاره ولا العدس واخا توكلهم في الاخر غادي يعطوا ديك اليد راه جيعانين. انا بصراحه طلع لي الدم بزاف. قلت ليه شوف البشر راه عييت ما نسكت ليك، ولكن دابا راه فتي الحدود ديالك. حنا اللي كتقول علينا كلاب راه عايشين احسن منك واخا الفقر، ولكن عندنا كرم وعزه النفس وما عمرنا عطينا اليد اللي تمدات لينا وما نتسناوش واحد بحالك يجي ويسبنا. يلا خلينا نكون في راحتكم. نطو خرجت بحالي. المهم خرجت من داك الريستورون وانا معصب. كان كيقول لي راسي نضرب الزام لبو ونفرشخ ليه وجهه، ولكن غا بلاتي حسابو معايا هو الاخر. انا خارج معصب حتى كنسمع صوت رؤى كتعيط ليا كتقول لي كريم وكريم تسنى عافاك. درت راسي ما سمعتهاش، جرات لعندي ولحقاتني. قالت لي يا كريم عافاك ما تعصبش، مسحها فيا ما نخليوش واحد بحال هذاك يخسر علينا هاد لاصواغي هادي. قلت ليها انا عييت بزاف وصبرت ليه بزاف، هاد الشيء راه حشومه باش يسبنا علاش كون هو في ملك الله. قالت لي وصافي عافاك سمح لي على وجهي انايا واخر مره غادي يعاودها انا غادي نهضر معاه. واحد شويه ويجي لعندي نورا قالت لي يا كريم عافاك مسحها فيا، هو هاد النهار راه معصب وستريس الخدمه عافاك مسحها فيا. قلت ليها انايا دوزت عليه المره الاولى، ولكن هاد المره هادي راه عيق بزاف. صافي انا عييت فوقاش ما تعصب يجي مسحها فيا انايا والله ما نسمح ليه لا دنيا لا اخره. صافي نورا انت ما درتي والو عافاك، صافي غير سيري في حالاتك. صافي قالت لي شكرا ومشات بحالها. بقينا انا ورؤى. قالت لي والله ما كان كيصحاب لي غادي يوقع بحال هكا، اما كون عرضت عليك انا وانت الراس في الراس. صافي ما وقع والو. قلت لها حتى دابا ما وقع والو، غادي نكملوا لاصواغي ديالنا في قنت اخر. قالت لي كيفاش؟ قلت لها هاد المره هادي انا اللي غادي نعرض عليك ولكن غا قبلي عليا. قالت لي واخا سيدي المهم كيمو ديالي ما يبقاش معصب. قلت لها عطيني السوار ديال الطوموبيل انا اللي غادي نسوق، غادي نديك لواحد البلاصه واعره بزاف حس من هاد الريستورون هذا. صافي عطاتني السوارت وبلا ما نفكر ديماريط وشدينا الطريق. المهم شدينا الطريق حتى وصلنا لواحد الستاسيون وقلت ليها راه قربنا نوصلوا ولكن خاصك تغمضي عينيك باش ملي نوصلوا تكون مفاجاه. قالت لي واخا صافي. شديت ليها عينيها بواحد الزيف حتى وصلنا لواحد الجبل وطلعنا ليه بالطوموبيل. داك الجبل كان كيبين المدينه كامله، فيه قهاوي من الفوق بين قوسين قهاوي شعبيه. صافي طلعنا وصلنا لواحد الصخره كبيره هي اللي كتبين المدينه كامله. قلت لها صافي راه وصلنا اجي نخرجوا. فتحت ليها الباب تاع الطوموبيل وشديت ليها يديها وحيت ليها الزيف. قلت لها حلي عينيك. رؤى كتعجب وقالت لي هاد البلاصه زوينه بزاف. قلت لها ايوا كنتمنى تقبل عليا وصافي. قالت لي بصراحه هاد الكوان غزال بزاف، 4 سنين وانا في المغرب وما عمرني وصلت لهاد البلاصه هادي. قالت لي شوف القمر كامل ومكمول،
عليت عينيا لقيت الكامر كامل وعاطي الضو. بصراحه منظر رومانسي بزاف. قلت ليها ايوا بعد احسن داك الريستورون وداك الصداع ديال جمال ونورا. قالت لي والله العظيم عندك الحق. قلت ليها يلا نمشيو نتقهواو الفوق راه كاينه تما بلاصه زوينه. قالت لي بصراحه ما كرهتش نبقى هنايا. قلت لها ما تخافيش غادي نرجعو. قالت لي ويلا كان هكا ماشي مشكل. المهم مشينا للفوق لديك القهيوه. كانت ديك الساعه الدعوه خاويه. عيطنا على جوج كيسان تاع اتاي وبقينا كنهضروا وكنديو وكنجيبوا في الهضره. قالت لي يا رؤى هاد الجو رومانسي غير ديال العشاق. قلت لها عندك الحق. قالت لي يا كريم عمرك تصاحبتي؟ قلت لها طبعا انا ولد وضروري ما نكون تصاحبت. قالت لي ودابا عندك شي تويشيه في حياتك؟ قلت لها لا ما كاين والو سيليباتير وبخير. قالت لي حتى انا بحالك بصراحه درت بزاف ديال لي غولاسيون في حياتي ولكن حتى واحد ما كان كيعجبني فيهم. لا رجوله لا والو غير الهضره الخاويه ماشي رجال ديال الزمان اللي يعول عليهم الواحد. قلت لها وهي عندك الحق قليل فين تلقى شي حد تعول عليه. قالت لي يلا نمشيو لديك البلاصه راه عجبتني بزاف. قلت لها ماشي مشكل يلا نمشيو. المهم عيطت على السيرفور باش نخلصوا. رؤى جبدات الفلوس باش تخلص. هذا كيحلف والاخر كيحلف. قلت لها بلي انا اللي عرض عليك صافي خليني نخلص. قالت لي ماشي مشكل. المهم صافي خلصت السيرفور ومشينا لديك البلاصه. بقينا كنشوفوا داك المنظر الهائل وضربنا شي تصاور. قالت لي يا رؤى بغيت نقول لك واحد الحاجه. قلت لها وي تفضلي. قالت لي بصراحه كريم انت لوحده تعول عليك وما تحسش براسها بالخوف معاك. السيده كتقرب مني شويه بشويه. قلت لها بصح عارفه هادشي مزيان. قالت لي يا كريم من النهار الاول فاش شفتك وانا ما بقيت كنشوف شي واحد من غيرك نتايا. قالت لي يا كريم انا بصراحه كنبغيك بزاف. انا بصراحه مصدوم وقلت ليها شنو هو. قالت لي كنبغيك يا كريم وما عمر شي واحد اثر فيا قدك نتايا. قلت ليها انت بنت الناس وبنت الخير والدار الكبيره ولكن انا غير زوالي وما عندي والو من غير الله سبحانه وتعالى. حتى انا كنبادلك نفس الشعور ولكن كنظن اننا محال واش غنتفقوا من بعد. قالت لي يا كريم انا ما بغيت لا فلوس لا والو بغيتك انت على الطبيعه ديالك كيف ما انت وانا متاكده بلي غنتفاهموا ان شاء الله. ولكن واش انت قابل تكون ديالي؟ قلت لها طبعا موافق حتى انا كنبغيك بزاف. السيده شدات ليا في يديا وقربت مني بزاف وبدينا كنفلورطيو. صافي ملي سالينا وصلتني للدار. دخلت للدار لقيت منها ميساج في الواتساب لاحت ليها واحد الشعر ديال الغرام. انا رديت عليها بواحد القليب. بقينا شادين ستون في الواتساب. صيفطات ليا السيلفيات اللي درنا في الجبل وبقينا شادين الهضره شي ساعه ديال المكانه. كتلوح ليا في البوسات والاوديوات. بصراحه الصوت ديالها حنين. قلت ليها نخليك دابا راه غادي نعس غدا ان شاء الله ونكملوا. قالت لي خليك معايا غير واحد شويه باقي. قلت لها راكي عارفه بلي اليوم راه عييت بزاف. قالت لي صافي ماشي مشكل يلا تصبح على خير احبي. المهم هي هذيك نعست. الغد ليه فقت وحليت الواتساب ديالي لقيت ميساج من عندها دوك التصاور ديال صباح الخير يا بلبلي. المهم طلعت ليها في دوشت وفطرت ولبست مزيان ومشيت للخدمه ديالي. دخلت للبيرو ديالي لقيت الزك والترماحات ديال الطواسه خاصني نخدمهم. صافي هي هذيك بديت فيهم الخدمه. واحد شويه وهي دخل لعندي سدات الباب وقالت لي صباح النور العمر ديالي. قلت لها صباح الخير احبي. قالت لي كيف صبحتي مزيان؟ قلت لها الحمد لله انت كتشوف بزاف ديال الخدمه على الصباح. ايوا صباح هذا واش من صباح. قالت لي نقدر نعاونك في شي حاجه؟ قلت لها لا شكرا بارك الله فيك. قالت لي ويلا جاوك بزاف سمح فيهم ولا راه نخدم معاك. قلت لها مرحبا اجي تخدمي معايا. قالت لي صافي بلاتي نمشي للبيرو ديالي دقيقه ونجي. مشات للبيرو وانا عيطت على جوج كيسان ديال القهاوي. صافي جات وبدينا الخدمه. بصراحه ما كاين لا خدمه لا والو قلبنا غا الضحك والبوسان والسيلفيات. وصلت تقريبا ديك 12 وداك النهار كانت الجمعه يعني ما كايناش الخدمه في العشيه. سالينا دوك الدواسه دغيا. صافي قلت ليها انا ان شاء الله غادي نمشي للجامع غنمشي نصلي والوالده دايره الكسكسو نخليك احبي. لبستها وخرجت وخليتها السيده ما عارفه والو. مشيت للدار وطوطيت ومشيت للجامع وانا كنسمع الخطبه. صيفطات لي ميساج قالت لي الزين ديالي ملي تسالي الصلاه ديال الجمعه دوز لعندي للدار كنبغيك بزاف. صافي بدينا صلاه الجمعه. ملي ساليت عيطت للوالده قلت ليها راه عرضوني شي ناس نتغدى معاهم غا سمحي ليا. قالت لي ماشي مشكله ولدي رد البال لراسك الله يسمح ليا. كذبت على الوالده.
صافي هي هذيك، شديت الطاكسي لعندها للدار، دخلت ومع الدخله عنقاتني، قالت لي اجي تبعني، شداتني في يديا وجراتني للكوزينه، قالت لي حنا غنصاوبوا الكسكسو براسنا، عارفه ما غاديش يجي بني بحال ديال الوالده ديالك، ولكن غادي نحاولوا. قلت لها واخا لالا ماشي مشكل، ولكن كيفاش غنديروا؟ قالت لي دابا كلشي ولا ساهل، حلات واحد السيد فيه داكشي ديال الطبخ وبدات كتقول لي غنتعاونوا انا وياك وغنديروا هذاك السكسو هذا ما غاديش يغلبنا. قلت لها صافي. المهم بدينا كنقراو دوك الالاعيب اللي كاينين تما، درنا داكشي كيف ما هو وكنتسناو النتيجه. فهاد الوقيته بدينا كنهضروا على الخدمه، قالت لي بلي من دابا واحد السيمانه غادي يجي واحد الوفد من الامارات، غادي نديروا واحد الشراكه. قلت لها صافي انا واجد كوني هانيه. صافي هي هذيك وجد داك الكسكسو، جبناه ولقينا داكشي بصراحه كيشهي نعماس، غدقتو هو لقيتو مسوس. المهم زدنا له الملحه وكليناه. صافي تغدينا وتفرجنا في واحد الفيلم رومانسي في غلبوسان والهندكه، طحنا بصراحه غلبوسان والتسخينات، ولكن الحلويات مازال وقتها. صافي دازت واحد السيمانه وجا داك الوفد واستقبلناه مزيان، درنا واحد الاجتماع وهضرنا فيه على الخدمه، كان كلشي حاضر. واحد الوقيته هو يجي الدور ديالي باش نهضر، نوض شعلت البروجيكتور وريتهم التصاميم اللي درت وبديت كنسبيكي غا باللونجلي، حتى من رؤى بقات مصدومه فيا. صافي ملي جلست كلشي صفق ليا، عجبتهم الخدمه ديالي. سالينا الاجتماع، داك الوفد مشى للوطيل باش يرتاح، حيت في الليل عندنا واحد الحفله بمناسبه نجاح الصفقه. كرينا واحد الفيلا كبيره بزاف وتما في غنديروا الصواريه ديالنا. صافي مشيت لعند رؤى وهنأتني، قالت لي ما كانش كيصحاب ليا كتهضر اللونجلي بهاد الطلاقه هادي. قلت ليها وشنو كيصحاب ليك، راه كريم هذا وجرك على الله. صافي انا هزيت واحد 1000 درهم من المصروف ديالي ومشيت تفركست مزيان ودزت عند واحد الدري صاحبي حلاق سميتو مروان، حتى هو بصراحه طهلا فيا مزيان، قد ليا الشعر واللحيه بالديكرادي والبروشينغ. المهم دوشت وساليت، لقيتها تقريبا ديك 6 ديال العشيه. صافي جمعت الوقفه وجديت الطاكسي لعند رؤى باش نمشيو بجوج مع بعضياتنا. تلاقيتها هي هذيك مع الباب لابسه واحد لاغوب في الغوز طويله وطلقه الشعر ديالها ودايره واحد العكر احمر. بصراحه السيده طلعت قرطاسه. صافي ركبنا في الطوموبيل وتحركنا، وصلنا للفيلا وخرجنا بجوج من الطوموبيل وكلشي كيشوف فينا. دخلنا وجلسنا في واحد الطابله عامره ماكله والشكلاط من كل الانواع والشراب غالي. واحد شويه وهما يوصلوا نورا وجمال، بصراحه مبوكسين وجاو مع بعضياتهم. المهم جينا كنهضروا وكنضحكوا، انا وجمال ما كنهضروش غير كنشوفوا في بعضياتنا. السيد ما يقدرش يهضر لحقاش عارفه غادي نسلخ الزام لبوه. انا بديت كنحس بالملل ومشيت وقفت حدا واحد لابيسين، حتى جا شي حد من ورايا ودار يدو على كتفي. نظرت لقيت واحد من الوافد بدا كيهضر معايا بالخليجيه ديالو. انا قلت ليه سمح لي راه ما كنفهمش اش كتقول، هضر باللونجلي عافاك. ديك الساعات السيد فهم راسو وبدا كيهضر معايا باللونجلي. قال لي انا سميتي مايد، انا هو رئيس الشركه اللي غادي تتعاقدوا مع الصفقه. قلت ليه متشرفين، انا سميتي كريم. قال لي في الصباح عجبتني الطريقه الهضره ديالك وعرفتي كيفاش تقنعنا، برافو عليك. قلت له شكرا لك بزاف اسيدي. المهم هي هذيك. صافي بدينا كنهضروا واحد شويه حتى طلب ليا النمره ديالي، قال لي باش نبقاو على اتصال نقدر نحتاجك في شي حاجه. صافي عطيتو النمره ديالي ومشى في حاله. انا تزريت ومشيت للطواليت اللي كاين لداخل. دخلت سمعت جمال كيهضر بشويه وخايف يسمع شي واحد، كان كيهضر مع شي حد في التليفون. كان تيقول صافي انا عارف اش غندير بلا ما توصينا سيدي، غادي نبدل عقد شركه ضروءه بالعقد ديال سيادتكم نعم سيدي، وغادي نربحوا هذا العقد هذا. انا بصراحه عرفت شي حاجه ماشي تلهيه، وجبت التليفون ديالي ودرت الفيديو وسجلت الهضره اللي قال كامله باش نشوف اش ندير معاه. ولكن بغيت غنعرف علاش هاد الشيء كامل على هاد العقد ديال الاماراتيين. بصراحه بقيت كنفكر ولكن ما لقيت حتى جواب. صافي سالات الحفله كلشي ناشط كلشي فرحان وكلشي عاجبو الحال. ركبنا انا ورؤى في الطوموبيل، حنا ماشيين في الطريق وكنقول بيني وبين راسي واش نوريها الفيديو ولا لا، ولكن فكرت مزيان وقررت باش نوريها الفيديو. المهم وصلنا للفيلا ديالها ودخلنا لداخل الدار. يلا جيت نهضر معاها وتسد ليا فمي غاب شويه وقالت لي هاد الليله هادي ديالنا. شداتني من يديا وداتني لبيت الناس،
دفعت لي الناموسيه وجات نعسات فوقي، حيدات الكسيوه وبقات غاب الملابس كسوكيه. المهم اشتد الحال ودخلنا في الماتش الهورنوغرافي. ملي ساليت دخلت دوشت وحيدت الجنابه وخرجت. قالت لي يا رؤى بصح دوش حبي. قلت لها ربي يخليك حياتي. قالت لي اليوم غاجلس بات معايا، راه تعطل الوقت ما عندك فين تمشي. عيط لماماك وقول ليها غتبات عند صحابك. انا بصراحه فكرت مزيان وقلت ليها واخا صافي. عيطت على الام ديالي وقلت ليها غنبات عند واحد الدري صاحبي. قالت لي صافي ماشي مشكل تهلا في راسك. قالت لي يا رؤى يلا نهبطوا لتحت نتفرجوا في شي فيلم رومانسي. قلت لها قبل ما نهبطوا بغيت نقول لك واحد الحاجه. قالت لي تفضل كنسمعك. جبت التليفون ديالي وريتها الفيديو. قلت لها شوفي السي جمال انا راه من الاول ما حاملش ديال امو. رؤى مصدومه بزاف وقالت لي لا ما يمكنش يكون هذا جمال، لا مستحيل. قلت لها ايوا انت شوفي براسك. قالت لي 3 سنين وانا كنعرفو ما يصحاب ليش هو بحال هكا، ولكن غاب لاتي والله لا بقات فيه. قلت لها صافي كوني هانيه، هذاك ضربي على حسابي والله حتى نهنيك منه. صافي دازت ديك الليله بخير وعلى خير. تفرجنا في الفيلم واخا طارت لينا بجوج، ولكن هانيه ماشي مشكل. فقت في الصباح على الصوت ديالها كتصبح عليا بديك صباحيه فيروز بستا من الشنايف ديالها. ومشيت غسلت سناني وفطرت وتحركنا بجوج للخدمه. دخلنا للشركه ومشيت انا للبيرو ورؤى في البيرو ديالها، حتى جا جمال مشى دخل عندها. انا مشيت كنتصنت عليهم، سمعت الكونطرا مات الكونطرا خاصها تسيني. وهنا جا الدور ديالي ودخلت عليهم. غمزت لرؤى وقلت ليهم ياك ما قطعتكم. جمال قال لي جابك الله سير جيب لي واحد القهوه كحله نحل بها عينيا. انا بصراحه تعصبت قلت لي مالي انا خدام عند باك. قالت لي يا رؤى كريم لا عافاك صافي انا غنمشي نجيب ليه قهوه عافاك تهدن. قلت لها جلسي انت الارض اللي بغى شي حاجه يمشي موراها برجليه، حنا ما خدامين هنا عند حتى شي واحد. جمال دار عند رؤى قال لي واش كتصر عليك ولد العساس. انا ما حسيتش براسي حتى دخلت لي واحد ديريكت للوجه وجمعت مو بواحد النص وانا نقول له هو ولد العساس علاش قد. رؤى كتغوت جاو السيكوريتي وهزوه لبرا وانا رجعت للبيرو ديالي بحال ما وقع والو. واحد شويه وتجي عندي رؤى قالت لي صافي هادشي اللي بغيتي. قلت لها بصراحه انا عييت ما نصبر، ولكن هاد المره هادي راه زاد فيهم بزاف. قالت لي ولكن ماشي بهاد الطريقه هادي، ماشي بهاد الطريقه هادي يا بنادم. انا بصراحه تعصبت قلت لها عرفتي شنو انا ما بقيتش خدام هنايا تهلاي. نزلت لها السوارد البيرو وخرجت بحالي وخليتها مصدومه. صافي خرجت من الشركه وبقيت واقف كنتسنى يدوز الطاكسي باش نمشي نقود في حالي وهي تجي رؤى. قالت لي حرام هادشي اللي كدير والله حتى حشومه عليك، انا ما تسوقتش ليها كاع. قالت لي وا كريم وصافي عافاك. قلت لها شنو بغيتي مني؟ صافي الله يعاوننا ويعاونك انا ما بقيتش خدام هنايا. قالت لي واش دابا غنبقاو النهار كامل هكا السي كريم؟ وصافي عافاك خلينا نمشيو للبيرو ونهضروا فيه. بصراحه حتى انا عيقت. المهم هي هذيك تبعتها للبيرو وبدينا كنهضروا، تصالحنا وعنقاتني. قلت لها فراسك لقيت واحد الخطه باش نطيحوا بها جمال. قالت لي اما هي قول لي. قلت لها انا عيطت للنورا باش تعرف الخطيب ديالها اش كيسوى هو الاول. هي هذيك عيطات للنورا وجات بسرعه البرق وريتها الفيديو. بصراحه بقات فيا بزاف. السيد 3 سنين وهو خطبها وديما موعده بالزواج، ولكن لا حياه لمن تنادي. من الاخر غا كيتفلى عليها وصافي. مشينا مجموعين للبوليس باش يراقبوا المكالمه وتسجل كلشي بتهمه النصب والاحتيال باش نصيدوه. عطاتني النمره ديالو وعيطت ليه انا بنمره اخرى وبدلت الصوت ديالي. قلت ليه الو السلام عليكم سي جمال هذا؟ قال لي وعليكم السلام وهو انايا. قلت ليه المهم بلا ما نطول عليك الكونطرا راه عندي، امتى غنتلاقاو باش نعطيها لك توقعها؟ قال لي واش كدوي بصح؟ قلت لي حنايا ماشي براش والخدمه ديالنا راه متقونه. كتعرف كافي رويال باريس؟ قال لي وي كنعرفها، نص ساعه ان شاء الله وتلقاني تما. اجي بعدا شكون نتايا؟ قلت ليه شكون انا ولا شكون انت؟ هاد الهضره هادي ما عندنا ما نديرو بها حتى نتلاقاو ونهضروا. قال لي المهم وجد الكونطرا ونتلاقاو تما. حنا صافي مشينا لديك الكافي ومشاو معنا الحنوش وكل واحد شاد بلاصتو. هو يدخل وفي يدو واحد الصاك. واحد شويه وانا ندخل غا شافني وتصدم والسيد عاقب القلب. يلا جي هرب وما يشدوا الحناش وركبوه في العماريه. قبل ما يطلع مشات لعندو رؤى بدات كتغوت وحيدات الخاتم ورماتو ليه على وجهه.
السيده كتبكي ومشينا انا ورؤى وبقينا كنواسيو فيها. صافي لحقنا عليهم من الكوميساريه ولقيناهم عاد كيحققوا معاه، اعترف ليهم بكل شيء. واحد شويه ويخرجوه، شاف فينا وزاد في حالو، داوه للحبس باش يتسنى المحاكمه ديالو. سولنا الشاف، قال لنا بلي تبين عليه 3 ديال التهم، هما الشيكات بدون رصيد والتزوير والنصب والاحتيال. من الاخر السيد غرق حتى لودنيه. نورا مسكينه مقلقه بزاف. مشينا نتغداو مجموعين ولكن نورا ما كلات والو. السيد كان غا كيضحك عليها وصافي، وديما كيطلب منها الفلوس وهي كتقول غا وصافي. وصلناها للدار باش ترتاح. انا ورؤى رجعنا للشركه. واحد شويه عيطت لنورا باش نسول فيها، كان صوني ولكن التليفون ديالها ما كيجاوبش. كنعاود تاني ولكن والو. بصراحه انا تخلعت وخرجت وهزيت الطوموبيل ديال الخدمه. مشيت لعندها للدار، وصلت ولقيت الباب محلول. دخلت لقيت نورا طايحه في الارض وقدامها الدواء ديال الفيران. بصراحه انا تبلوكيت، كنبغي نفيقها ولكن والو. هزيتها للسبيطار ودخلوها لغرفه العمليات. وبقيت انا على برا وعيطت لرؤى. صافي كلشي داز بخير وعلى خير، ونورا صحات وديناها للدار. حتى لواحد الصباح رؤى جاها واحد التليفون بلي باباها مريض بزاف وخاصها تمشي عنده للكويت. انا قلت ليها ان شاء الله ما يكون غير الخير، غير كوني هانيه، انا غنقابل الشركه ونتكلف بها. صافي هي هذيك مشات هي للكويت. حتى دازت واحد المده وصح الوالد ديالها، وصونات ليا في التليفون قالت لي اجي عندي المطار في العشيه، راه ان شاء الله اليوم غنرجع للمغرب. صافي هي هذيك ديماريت انا الطوموبيل ومشيت عندها المطار وجبتها للدار. صافي رجعت انا للدار ديالي، دخلت لقيت الوالده موجده العشاء، تعشيت معاهم ودخلت البيت ديالي. لقيت ميساج من عند رؤى. السيده صدماتني، قالت لي يا كريم خاصنا نساليو هاد الغولاسيون هادي. قلت لها علاش رؤى اشنو واقع؟ قالت لي صافي طلعتي ليا في راسي، ما بقيتش كنحملك، صافي خاصنا نساليو هاد المعزله هادي، وبالنسبه للخدمه راك غتبقى خدام، ما غاديش نجري عليك. قلت لها واخا لاهم رؤى، ما قلتي عيب اللي بغيتي، صافي الله يعاونك. واخا بصراحه ما قلتهاش من القلب ديالي، ولكن صافي خاصني نتقبل الواقع. واخا عارف بلي هادشي كاملو ماشي لخاطرها. مقوت الغدايد نعست، فقت الغد ليه وكان عندنا واحد الاجتماع باش نسينيو واحد الكونطرا. فقت وتفركست مزيان باش نخلي لاهم رؤى تبقى حاله فمها فيا. صافي مشيت للشركه ودخلت، لقيتهم علينا يبداو الاجتماع. بقينا جالسين حتى جات رؤى. انا بصراحه حنيت راسي وبقيت كنشوف فيها غير بنص عين، ولقيتها حتى هي كتشوف فيها. صافي بدينا الاجتماع ديالنا وجا الدور ديالي باش نهضر. بقيت كنهضر باللونجلي بطلاقه، خليتهم كاملين حلين فهمهم فيا، حتى من رؤى بقات متعجبه فيا. سالا داك الاجتماع وسينينا على الكونطرا. ملي كنت خارج عيط لي المدير ديال الشركه اللي مضينا معاهم الكونطرا، بقى كيهضر معايا. واحد شويه وعيط على رؤى، جاتو قال ليها كنتمنى منك رؤى تحافظي على هاد الشاب، راه قادر يزيد بالشركه للقدام، راه غادي ينفعك بزاف. قالت لي رؤى راه كريم ماشي غير جيت وعطيتو هاد البوست هذا في الشركه. صافي هي هذيك ضحكوا مع بعضياتهم ومشى هو في حاله. بقينا غير انا ورؤى عيني في عينيها، وحد ما كيهضر مع الاخر، ولكن غا من النظرات ديالها باينه فيها باللي اخر مره غادي نشوفها. بداو الدموع كيقطروا ليها من عينيها وهي الدور ومشات في حالها. صافي ديك العشيه كانت عندي خاويه، بقيت غا في الدار جالس. واحد شويه ويدخل الوالد ديالي، جا بكري ولكن ماشي من العاده ديالو. بست ليه راسو وقلت ليه مالك الوالد جيتي بكري اليوم؟ قال لي علاش ما فراسكش؟ قلت ليه لا. قال لي راه رؤى غترجع في حالها للكويت من الصباح وحنا كنجمعوا معاه في الباليزات، قسما لك بالله حتى فرفرت خرجت كنجري من الدار. قال لي الوالد فين غادي؟ قلت ليه ان شاء الله منين نجي غنقول لك. خرجت كنطير ومشيت للفيلا، لقيت فيها غير مولات الميناج. قلت لها فين هي رؤى؟ قالت لي راه قبيلات مشاو للمطار، راه غتكون تما. انا عيطت على نورا، قلت لها واش فراسك شي حاجه؟ قالت لي لا ما فراسي والو. قالت لي تسنى انا جايه نمشي معاك. انا بصراحه ما خصنيش نضيع الوقت، ولكن نورا عندها الطوموبيل 10 دقائق وهي جات. المهم مشينا للمطار. اصلا ديك الساعه المطار كان خاوي واحد شويه، حنا كنجريو وكنقلبوا وشفنا واحد البلاكه مكتوب فيها كويت ايرويز. قلت ليها راه هو الشباك الطيارات الكويت.
مشينا سولنا واحد البنت كانت في لا ريسبسيون، قلنا ليها اخر طياره الكويت امتى خارجه؟ قالت لي اخر طياره خرجت تقريبا ب 15 دقيقه دابا هادي. بصراحه طاحوا لي الماء في الركابي، والنورا حتى هي مصدومه بزاف، لحقاش اغلى صديقه مشات وبلا ما تقول ليها بسلامه. سولتني ديك البنت اللي في لا ريسبسيون واش انت هو كريم؟ قلت ليها قالت لي هاد الرساله هادي خلاتها ليك واحد البنت، شديتها في يديا وحليتها وبديت كنقرا فيها وانا كلي كنترعد. قالت لي كريم اولا كيمو، كيف ما كيعجبني نقول لك، ملي غتكون هاد الرساله في يديك غنكون انا في الكويت دابا. سبب الرجوع ديالي لبلادي هو الاب ديالي اللي كيعيش اخر ايامه، والسبب الثاني هو انه قبل ما يموت طلب مني واحد الطلب اللي هو انني نتزوج بولد عمي. بصراحه انا ما نقدرش نقول ليه لا، لحقاش هادي اخر ايامه. حبي كريم، انا ودعت المغرب من بعد 4 سنين ديال المعيشه فيه، بلاد اكثر من رائع. بصراحه ما عمرني ما غادي نعاود نرجع، ويمكن النهار اللي غادي نعاود نرجع فيه غتكون انت مزوج وعندك الولاد وغتكون بنيتي حياتك. انا كنبغيك وغنبقى ديما كنبغيك. ملي طلبت منك اننا نتفارقوا بغيت نخليك ما تحملنيش، ولكن الغولاسيون ديالنا كانت قويه بزاف وانت ما تخليتيش عليا بسهوله. كريم، تهلا في راسك بزاف وتهلا في الوالدين وفي النوره، كتبقى انت اول حب في حياتي واخر حب. كنبغيك بزاف كريم. بصراحه ملي قريت هاد الرساله هادي فشلت والدموع ديالي نزلوا. جات نورا وجرتني للطوموبيل ومشينا بجوج، طريق كامله وانا مصرفق وما عرفت توزع من هادشي كله اللي واقع عليا. حتى من رؤى الحب حياتي تخلات عليا. وصلتني حتى للدار وقالت لي ما دير والو في راسك كريم، باستني وخرجت بحالي. دخلت للدار شافني الوالد ديالي عارف بلي شي حاجه كاينه، جا قال لي مالك ولدي؟ عاودت ليه كلشي من اول مره حتى اليوم. بصراحه بقيت في الوالد ديالي ولكن ما عنده ما يدير. دخلت للفيسبوك باش نصيفط لها ميساج ولكن ديزاكتيفات الكونت ديالها ومسحات الواتساب. صافي ما غيكون حتى اتصال بيناتنا. وصلت تقريبا ديك 10 ضربتها بواحد النعسه وما فقت غير على الدقان ديال الباب. يلا غادي نوض وجا الخوادري قال لي شي واحد بغاني، خوكم عاد فايق ومبهلل بالنعاس. ملي هبط لقيت واحد السيد بالكوستيم قال لي واش انت هو السي كريم؟ قلت ليه هو انايا. قال لي انا المحامي ديال الرؤى، ممكن تفضل معايا البيرو ديالي راه بغيت نهضر معاك. قلت ليه تسنى لبس عليا شي حاجه ونجي. صافي طلعت لبست حوايجي ومشت شعري وغسلت سناني، هبطت لعندو وركبت معاه في الطوموبيل ديالو. طريق كامله وحنا ساكتين حتى وصلنا للبيرو. نزلنا وقال لي تفضل. جلست في الكرسي ويقول لي المحامي الانسه رؤى قبل ما ترجع بحالها كتبت لي كاع الاملاك ديالها والشركه والفيلا في سميتك. بصراحه انا تصدمت وقلت ليه كيفاش؟ قال لي المحامي كيف ما كتسمع كل الاملاك ديال رؤى هما راه في سميتك وتقدر تتصرف فيهم كيف ما بغيتي. بصراحه انا مصدوم. قلت له ودابا اشنو المعمول؟ قال لي سيني هنايا وبالصحه والراحه. انا شديت ستيلو وطاح لي 4 المرات، ولكن شنو جاني من هذا الشيء كامل؟ قال لي المحامي تما عندك الشركه والفيلا وحتى الطوموبيل و350 مليون سنتيم ديالك. صافي انا سينيت وقال لي بالصحه والراحه، دابا انا راه المحامي ديالك، وقت ما احتاجيتي شي حاجه انا معاك. سلمت عليه وقلت لي شكرا بزاف وخرجت من البيرو غنطير بالفرحه ناري على خبار فهاد الصباح هذا. مشيت للدار وجمعت الوالدين والخوت وعاودت ليهم كلشي ولكن ما تيقونيش. وريتهم الكونطرا، الوالده زغرتات وفرحنا بزاف. دابا كلشي رجع ديالي، الفيلا، الطوموبيل، الشركه و350 مليون سنتيم. لا ما يمكنش. عيطت لنورا وعاودت ليها كلشي، حتى هي مسكينه فرحت ليا بزاف وقلت لها بان لك نعرضك اليوم العشاء؟ قالت لي واخا صافي. خليت الوالد ديالي كيعيط لشي كاميو باش يجمع داك الرحيل باش ندي بلاصه الفيلا ديالنا. صافي وصلت وقت العشاء ومالين الدار مقاتلين مع الرحيل، الدرب كامل عرف القصه. حتى من سعد جا كيبارك ليا، قلت ليه الله يبارك فيك اخويا، ان شاء الله راه ما غنساكش، كون هاني. مشينا انا ونورا تعشينا بجوج وبدينا كنديو وكنجيبو في الهضره. بصراحه نورا جات زوينه بزاف هاد الليله هادي، كسيوه حمراء والشعر مطلوق والطرف نعامه سيدي. المهم بقينا كنهضروا واقترحت عليها تدخل معايا شريكه في واحد المشروع كنفكر باش نديرو. السيده وافقات بلا ما تفكر.
اما بالنسبه للموظفين كلشي يعرف القصه ديالي مع رؤى وكيفاش رجعت بوكو حبه من بين نهار وليله. اما بالنسبه لنورا فهي صديقه ديالي ومستحيل نفكر باش ندخل معاها في علاقه، واخا هي قريبه مني بزاف، ولكن كيبقى عقلي وقلبي ديما مع رؤى. حتى لواحد النهار في الصباح جا ساعي البارد للدار وعطاني واحد البريه جاتني من عند رؤى، حليتها ولقيت فيها: حبي كريم، بغيت نبارك ليك انك رجعتي راجل اعمال مهم، رجع كلشي كيضرب لك الحساب، بالصحه والراحه، الفيلا والشركه والطوموبيل وداك شويه د الفلوس اللي خليت ليك. كنتمنى انك تكمل حياتك عادي. اما بالنسبه للعرس ديالي فراه غادي يكون من بعد اسبوع، وكنتمنى انك تلقى بنت الناس اللي تبغيك وتهلا فيك. كنبغيك بزاف كريم، كنبغيك. بصراحه قريت ديك الرساله وابتسمت وتفكرت اجمل ايام اللي دازت مع رؤى. شديت ديك الرساله وقطعتها باش ما نعاودش نتفكرها. ايوا هادي هي قصتي مع رؤى الخليجيه. كريم ولد الجارديني اللي ما كان عنده حتى باش يتعشى دابا رجع كيلعب بالملاين، وإلا ما خفت نكذب لما لاير. وإلا كملتي القصه حتى لهنايا فكنقول لك شكرا لك بزاف، ومرحبا بك في قناه نزار بوي. لاز بكم.